تأهل لدور 16. هارد لك للمنتخبات العربية كاملة. المنتخب السعودي كنت بطل، المنتخب القطري كنا نتوقع منك أكثر، المنتخب التونسي كنت جبار، ولكن الحظ ما لعب معك. تابعوا السناب اللي ورا علشان تربحوا واحد من دليل الاثنين. مسابقتنا دائما غير، مثل ما عودتكم. الحساد ما يحبونهم، يقول لك احنا نضحك على العالم، مثاليا احنا نضحك على العالم، على الاقل حساباتنا حقيقية مو خيخية. المهم ما نطول، ما نبي نتكلم عن الناس اليوم اللي ما يسوى فلس، واللي ما يسوى ريال، واللي ما يسواش درهم. انا احمق وعارفيني كيفاش كندير. فايق لكم مزيان اليوم انا. باقي ما غاديش نبدا نسناكل من ورا هذا. ايه ماما ميا. الجائزة الأولى اليوم طبعا راح تكون آيفون 14 برو ماكس. اللون مع الأسف حاولت أجيب لكم البيربل ما حصلته، فجبت لكم البلاك. أتمنى أن يعجبكم ويعجب الفايز إن شاء الله، ويدعي لي بس ما بشيء منه ترى. وجائزتنا الثانية طبعا كلهم يدد، لا تخافون، ما أقول لك محمد مستعملهم. الجائزة الثانية طبعا ايفون 14 برو العادي، اللون الازرق. انا قاعد اقول مبروك لاني قلت لكم مينون، وانا تليفوني ترى نفس ما هو، ها ال 12 ماكس برو ماكس، متذكرينه؟ نصور القوانين المسابقة كالعادة. أسرع إجابة هي الفائزة، وكل واحد له حقية في إجابة واحدة. فأي إنسان راح يجاوب أكثر من جواب، حتى لو كنت الأسرع، حتى لو كنت إجابتك صحيحة راح يتم حذف إجابتك، وحتى لو حاولت إنك تكتب إجابة وسويت لها ديليت راح يبين وراح يتم حذف الإجابة مالتك. فكل إنسان يركز قبل ما يجاوب علشان يكون هو الرابح. أتمنى من الكل الحين ما يرسل لي أي شيء علشان ما نظلم أحد، غير تستمتعوا وشوفوا الفيديوهات على خاطركم. لا تكتبون لي ولا كلمة من هاي اللحظة من وراء هذا السناب. في جاتكم الإحسان ديالي بدلت ياك. للحين قاعد توصلنا الرسائل، رجاء مثل ما قلت لكم نوقف رسائل رسائل، لأن بتموا ترسلوا لنا رسائل وتم منتظر لأن توقف الرسائل تماما عن الوصول، ما يوصلني ولا رسالة بعدين ابتدي عشان ما أظلم أي أحد. الناس اللي مستغرب إنه أنا أشجع المغرب وأوقف مع المغرب، أنا نفس ما شجعت المغرب، نفس ما شجعت السعودية، نفس ما شجعت كل الأفرقة العربية اللي كانت في المونديال، ولكن محبة هذا البلاد في قلبي. كلهم يعرفون ليش، ما علشان اللي في بالكم، نو. أنا عندي أنا جوج بنيتات فيهم الدم المغربي، واشتركت مع أخوتي المغاربة اللي كلهم اللي وقفوا معايا، كل الناس اللي ساندوني، كل الناس اللي يحبوا محمد ترك، اللي يعرف محمد ترك بالحقيقة، مش يعرف محمد ترك القمار ولا الخاين مو الخلخال ولا نو، اللي يعرف محمد ترك ديال بالصح كان شكره. كان نبغي كامل المغاربة وي انا دمي مغربي حتى انا شاركت معاهم الطعام، ولا كي شارك طعام عمره ما ينساه. اوكي نفس ما قلت لكم دمي انا مغربي حتى انا، وبلاد عشت فيها فترة وشفتهم، شفت الشعب، كنت ولد الشعب، كنت كنبرك معاكم في القهاوي وناكل البصارة والشوا والسوسس وبزاف ديال الامور. عارف ايش توحشت واحد الحاجة، خيز وبنين. عارفين شنو هو الخيز وبنين؟ ياك استنوني في سناباتي راح نبدأ شوية ونبدأ، ولا صافي ما عارفين شنو كاين. زوزو نيشكا حبايب قلبي بابا، وحشكم بزاف. نيشكو نيشكا قريب غدا نلتقى، وعدتكم انا. والبابوش
توحشته باللاتي. مقاصد التحاجة، لا إله إلا الله، مقاصد التحاجة. ولكن باش ما يقولوش حن، قلت لكم راح ما ابتدي المسابقة إلا لما توقفوا مسجات كاملة. هذا نصفطبوهم. المهم السؤال اللي قاعد يوصلنا كثير، إذا مثلا محمد إحنا فزنا وكنا مو بجريبة منك، الفائزين من دول الخليج، البحرين أو السعودية أو قطر، الكويت، عمان، الإمارات، راح يوصلهم التلفون اللي عندهم لباب البيت دليفري عن طريق DHL أو فيدكس أو الشركة. أما إذا كانوا في المغرب عندهم الخيار نوصل لهم إياه فيدكس أو الأمور هذه نفس الطريقة، أو إذا يبغون كاش. غير الترك يقول عنك ما عندكش الكاش ونسيت قمار. ايوه شو نقولهم؟ دقتم ودقتم يا لك بيدا دقتم. اعتقد راح ابتدي المسابقة لان خاصة تعالنا نخرج ونحيح ونفرح مع المغاربة. قالوا لك العكر ما ورا العكر من هنا عشان مش حاجة خلاص. المهم وغادي يحصلوا علينا بعدين نقول لك ايش غادي يقول هذه المرة، غادي يقولوا بزاف. المهم سطين انتم خطار يا حبايبي، خلوني اتكلم خلاص. سناب الور هذا يعني. مسابقة اليوم راح تكون اسم عالم. فكر ايش قلت لي اياه. دخلنا في الرياضة ودخلنا في الموسيقى ودخلنا مع في عالم سبيستون ودخلنا بوق وطنطام ودخلنا بالهجين ودخلنا وبزاف وبمسخوط الوالدين ومسخوط الوالدين. لا بس اليوم الجواب يعني لازم يكون اسم عالم. راح ألمح لكم تلميحات كعادتي. أحمق كيدر حتى واحد يدي عليها بوهالي، ما حد ياخذ على كلامي ترى مينون. اوكي الجواب راح يكون اسم عالم، يعني السؤال راح يكون عن عالم. شكون هو العالم؟ استنوا السنابات اللي ورا هذه. انا اليوم درت جائزتين، بدل جائزة درنا جائزتين عشان لا تزعلون مني ولا تقولوا محمد دائما متحيز ولا محمد دائما يربح اللي يبغاه ولا محمد يربح اللي يبيه. اللي صفت لي الفيديو هذاك اللي قال ما ضحكش ترى ما تواصلش معايا، باقي ما تواصل معاي، بلحين ما تواصل معاي. فانا خذيت الجائزة مالته وخذيت الجائزة مالت السلم الموسيقي لانه كان في غلط في طريقة سرد السؤال، وجمعت لكم اياهم وبدلتهم في تليفون، وانا اوريدي كنت باغي نعطيكم تليفون فصاروا تليفونين. فهمت الموضوع ليش تليفونين؟ ريحتكم. شكرا للي قاعد يتابعوني، ثانك يو. وايد افرح من لا اشوف ان الكميه اللي قاعد تتابع سناباتي الهبله المسطيه البهاليه. لغايه الحين كنا 1,800,000 فيو، ثانكس. ولكن لكم لا تجاوبون للحين، ما سألت السؤال. قلت أنا غير السؤال راح يكون عن اسم عالم. بدأت تجينا عاد نيوتن وابن رشد وابن بطوطة. نو استنوا شوية اسمعوا. السناب اللي من ورا هذا راح نسكر الموسيقى ونبدأ المسابقة. راح نبتدي الحين نعطي معلومات عن اسم العالم. فيمكن العالم هذا ما يكون اسم رجال، يمكن يكون اسم مرأة، يعني يمكن ما يكونش اسم راجل، يكون اسم امرأة. اوكي يعني يمكن it's not a man it's a woman، بس في النهاية هي يعتبر عالم. اوكي راح احاول اني ادير راسي ان انا قاعد اصعب الموضوع. المهم ليش اخترنا العالم هذا؟ لان عنده قصة جميلة جدا. انا راح اروي لكم القصة، ومن رواية القصة راح تفهمون من هو، لانه معروف او معروفة جدا. ومن علمني حرفا كنت له عبدا. السبحة الصفراء فوق جايب الخضرة اليوم لكم، النجمة المغربية. العالم او العالم اللي راح نتكلم عنها يطيح عليه مثل انا حبيته. يقول لك رضيت بالهم
والهم ما رضى بي. ليش؟ لأن على قد شهرته قد ما هو مشهور هذا العالم، قد ما هو فاد العالم بتجاربه باختراعاته بأموره الكثيرة، ولكن مع الأسف الأضواء كلها كانت تروح لعالم آخر. هذه حال الدنيا، أنت تسوي وغيرك يصفقوننا. نعطي معلومات إضافية وراء هذا المسج، قصدي سناب. تعبتوني والله، تعبتوني. مو قادر انزل سنابات. يعني كل واحد قاعد يستعجل في الاجابه. ترى مو انك تستعجل في الاجابه، قاعد تخسر فرصتك للربح. لسه انا المعلومات كامله ما اعطيتها. انا قلت لكم غير مثل اول معلومه، الحين عندنا معلومه ثانيه والثالثه، وبعديها طبعا تقدروا تجاوبوا. سمعوا علشان الحين كاين الوقت، يعني قاعد تزربوا، يعني قاعد تستعجلون. معلومه ثانيه ورا هذا السناب، زعلتوني. احنا دائما نقول نفس الكلام ونرد نعيد نفس الكلام، ولكن انتم ما بغيتوا تتعلمون. ما ادري ايش اسوي لكم. كل واحد، انا عندي مجموعه كبيره خسرت فرصتها للفوز. ترى من الحين اقول لكم، يعني التيم معاي قاعدين يتابعون اول باول وقاعدين يحذفون اسامي. المهم ما عليناش. وليت بوغوس. تذكرت واحدة الحاجة. بقات 5 أيام. 5 أيام بقات على شنو؟ في بالي خطة لازم تصير، أنا وأخوي لازم نطير، نسافر نعيش الحياة، ناكل بشار ونعطي العصير. العالم أو العالم اللي قاعد نتكلم عنه اليوم ولد سنة 1891. 1891 وتوفى سنة 1943. والمعلومة الإضافية البونس هي المعلومة الثالثة والأخيرة اليوم عندنا عن العالم اللي احنا اخترناه. أوكي، إن عمره ما تزوج. عمره ما تزوج وسعداته كيفها واعر. ولكن المشكلة دياله أو المشكلة مالته انه مشي ما تزوج لانه ما يبي يتزوج، انه ما كان عنده وقت ليتزوج. وهو العالم اللي حصل على جائزة نوبل مع الأسف بعد وفاته. اعتقد اسهل من كذي ما في. راح تبتدي من وراء هذه اللحظة الاجابات، ونستنى اجاباتكم واتمنى للكل التوفيق. سنابات اللي وراء غير هدرة. اعتقد ان التيم خبروني ان في بعض الاجابات وصلت صحيحة، بس قاعد يتأكدون من الوقت بالضبط علشان احنا نعرف نختار الوقت الصحيح اللي فازوا فيه. العالم المظلوم، والمظلوم ربك عمرك خيبة، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ورب العالمين نصره وعطاء اللي كان يتمناه في حياته، حتى لو كان هذه بس تمت ذكرى خالدة. العالم هو نيكولا تسلا، اللي لازم احنا كلنا ندخل ونشوف قصة الانسان اللي ضحى بحياته، ضحى فيه حتى النسل ماله ضحى فيه علشان يوصل لنا اللي احنا وصلنا له، الضوء والامور هذه. واللي كان فوقه اللي هو توماس اديسون، كانت كل الاختراعات تنسب له لانه هو كان تحته. بعدين قرر انه يمشي ويفتح مصنع بروحه ولا مختبر بروحه ليدير الامور ماله. دخلوا على قصته جميله وقولوا لي شنو رايكم فيها. مسابقتنا اليوم انتهت. خلينا ندخل الحين اشوف الاسماء واتاكد بنفسي الوقت اللي ربح. مسابقتنا حلوه خفيفه ظريفه مثل ما علمتكم، فيها فايده، نعطيكم معلومات تستفيدوا منها، ما نقعد نضحك عليكم ونعطيكم كلام كله كذب في كذب ونشوه في صورة الناس. اوكي، الانسان يدخل يتعلم يقرأ، افهم بعدين تكلم. اما اللي يقعد يكذب ويسمع ويقول لك وانا، ترى انت عبارة عن شنو؟ يا راح تكون بوقي وطنطم، يا من عالم سبيستون، يا راح تكون انت هجين.
احنا نكون اذكى منه وما نتابع، وما عاش من يطيح الراس.